أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أيام مراهقتي. البودكاست اللي بنفتح فيه ملفاتنا القديمة ونتكلم بصراحة عن لحظات شكلتنا. في كده حاجات بتحصل فجأة من غير إنذار، تصحى من النوم تلاقي نفسك متلخبط مش فاهم إيه اللي حصل، وتبقى واقف قدام الهدوم محتار. أيوة، بتكلم عن الاحتلام، الكلمة اللي ممكن نسمعها نضحك شوية أو نتكسف، بس مش دايما نفهم معناها. جهزوا نفسكم وسيبوا الإحراج على جنب ويلا نحكي ببساطة. مرة كنت نايم وصحيت لقيت بقى ان انا احتلمت. كان عندي معلومة بيها وكان عندي دراية بيها، فما كنتش مخضوض، بس كنت اللي في دماغي اللي هو حاجة حصلت ومش اللي انا اروح اقولها لحد. حاجة خاصة بيك بالظبط، مش حاجة خاصة بي، انا مش هقولها لحد، يعني مش الموقف اللي انا افرح بيه او اتبسط بيه وان انا اروح اقول لحد عليه. حتى ماما او بابا انا ممكن اكون بلغت، وبعد ما بلغت بفترة الاهل عرفوا اكيد من تغير صوتي او من تغيرات او في موقف حصل وانا ذكرت فيه، يعني مش من اول ما حصل. لكن إيه، انت قعدت فترة قد ايه ما قلتش لحد بعد الموضوع الاحتلال؟ ما حدش لاحظ دوت في البيت غير التغييرات الجسدية. هو لو حد قال بلغ ولا لا فممكن يقول ده بلغ عشان صوته اتغير، بس ما يبقاش فيه بقى الفرق. واتسألت كذا مرة وما كنتش بجاوب بصراحة. كنت طب حد كان قال لك كلمك قبلها؟ ماما كلمتك واستقبلت الحوار بتاعها ازاي؟ لا عادي، كنت باخد معلومة. قالت لي بقى اول فتحت معايا ان علامات البلوغ ان الصوت يتغير، يطلع لك ريحة عرق، يطلع لك شعر، بس بعد كده بعديها مثلا فترة تسألني بقى بفضول انت ايه الاخبار، حصل لك حاجة؟ اقول لا مش بجاوب. بس ممكن ساعتها اول ما صحيت من النوم كان المشكلة بالنسبة لي كانت في البوكسر. ان انت تخبيه بقى ولا تعمل بيه ايه؟ وبعدين بس وتصرفت ازاي؟ قول لي في الموضوع دوت. شلت ما غسلتهوش؟ لا. ولا رميته؟ لا شلت. بس انت معاذ لما تفتكر الحاجات دلوقتي احنا بنضحك عليها، بس كان في وقتها كانت اكيد عامله لك قلبان. واللي انا بس شلته وان مستني العلامه اللي فيه تروح عشان احطه في باسكت الغسيل ويتغسل. بس كان ده فيه توتر ليك بيوترك؟ مش عارف، ممكن بس هو يبقى التوتر لحد يعرف، بس الموقف ذات نفسه ما كانش موترني، كنت حاسس اللي هو عادي، كان عقلي مستوعبه. طيب وبلغتهم بقى ازاي؟ بعد انت قلت لي بعد سنه ممكن انا مش متاكد، بس ممكن اكون انا قلت اللي انا بلغت امتى لما حصل موقف اللي في حد اعرفه تنقب وجي قاعد قدامي من غير النقاب، فانا قلت لا عشان انا بلغت. لاحساسك ان انت بالمسؤوليه، عشان ما يعني هي منقبه فتديها احساس ان انا خلي بالك انا بالغ. بس فساعتها هنا بقيت بقى تتعامل خلاص عادي بقى المسائل عاديه. وبكده نكون خلصنا حكايتنا النهارده من ايام مراهقتي. الاحتلام مش حاجه تكسف ولا حاجه غريبه، بالعكس ده علامه بتقولك ان جسمك بيكبر وهي جزء طبيعي من مراهقتنا. المهم انك تتعلم تحكي عن الحاجات دي من غير ما تحس بكسوف، لانها جزء مننا ومن جسمنا. لو الحلقه فكرتك بحاجه من ايامك او خليتك تضحك على لحظه كنت شايفها صعبه، شاركها مع اللي ممكن يكون محتاج يسمعها. أسيبكم على خير في حلقة جديدة من أيام مراهقتي، واحكوا معايا اللي عمركم ما حكيتوه.